أنا لا أقبل أحد يخطئ في القرآن ولو في حرف واحد أمامي، لا أقبل ذلك أبدا. فكان القارئ يقرأ، كنت أصعد المنبر، ما قرئ تكون الخطبة عليه، حتى المصلي يفهم هو سمع ايه وفهم ايه. فكان القارئ بيقرأ في سورة الرحمن، فأنا صعدت أتكلم على سورة الرحمن. خدوا بالكم من هذه الوقعة التي حدثت سنة 89. فقلت يا أيها المؤمنون، الرحمن اسم من أسماء الله لا يتسمى به أحد إلا الله. قلت ولكن مسيلمة الكذاب سمى نفسه رحمن اليمامة. وقلت يعني هيجينا ايه من الرياض غير البلا. مرة